أهلا وسهلا بكم طلاب بريب 1. عاملين إيه؟ معاكم مستر فيلو ساينس والليسون جديد من المنهج بتاعنا جميل الساينس. إحنا المرة اللي فاتت خلصنا الليسون 1. تعالوا النهاردة إن شاء الله مع بعض نخش على الليسون 2 Acids and Alkalis. أوكي؟ يلا بينا. أول حاجة لازم قبل ما نبدأ الأسيدز والألكلي لازم نفتكر حاجة مهمة جدا. إيه هي يا مستر؟ أول حاجة إن أنا كنت عارف من الترم اللي فات إن في حاجة يا مستر اسمها أيون، والأيون ده ممكن يكون كاتايون يعني جاي من الميتال، أو ممكن يكون أناين جاي من النون ميتال. تمام؟ يا مستر، أوكي. طيب تعالى كده نبص على الكاتايون اللي هو البوزيتيف أيون اللي هو ميتاليك إليمنت أيون، الليثيوم اللي هو Li بوزيتيف، صوديوم Na بوزيتيف تشارج، بوتاسيوم K بوزيتيف تشارج، سيلفر Ag بوزيتيف تشارج واحدة. طب هو ليه عليه بوزيتيف تشارج؟ عشان يا مستر ليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والسيلفر عملوا لوز 1 الكترون. اوكي. المغنيسيوم والكالسيوم والزنك هتلاقوا عليها 2 بوزيتيف تشارج. ليه يا مستر؟ علشان المغنيسيوم والكالسيوم والزنك والباريوم عملوا لوز 2 الكترون. طب الالومنيوم بقى عمل كام؟ لوز 3 الكترون. تمام؟ يبقى انا عندي هنا ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، سيلفر، مغنيسيوم، كالسيوم، زنك، باريوم، ألمونيوم. الاناين او النيجاتيف ايون اللي هو نون ميتاليك اليمنت ايون. الفلورين هيتحول يا شباب الى فلورايد نيجاتيف، احط اف وعليه نيجاتيف 1. النيجاتيف تشارج جت منين دي يا مستر؟ اصل الفلورين هيعمل جين 1 الكترون، وتخلي بالك بدل ما نقول فلورين هنقول ايه؟ فلورايد اف نيجاتيف تشارج واحده، كلورايد سي ال نيجاتيف تشارج واحده، برومايد بي ار تشارج واحد، ايودايد اي وعليها نيجاتيف تشارج واحده، اوكسايد اللي هي الاكسجين او وعليها 2 نيجاتيف تشارج. طب وانت ليه يا مستر عليها 2 نيجاتيف تشارج؟ لسبب ان الاكسجين بيعمل ايه؟ جين 2 الكترون ويبقى عليه او 2 نيجاتيف تشارج. سلفايد اس وعليها 2 نيجاتيف تشارج، ده معناه انه عمل جين اوف 2 الكترون. اوكي، بس خلي بالكم بقى من التو تيبلز اللي قدامكم دول. كل الميتاليك اليمنت ايونز ما بغيرش اي حته في الليترز بقى. ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، سيلفر، مغنيسيوم، كالسيوم، زنك، باريوم، ألمونيوم. لكن الانايون لا بقى. هنا هنبدأ نشيل يا شباب كل النون ميتاليك element end with ايد، فلورايد، كلورايد، برومايد، ايودايد، اوكسايد، سلفايد. اوكي، بس تيك كير ان الهيدروجين كاتاين اتش يا مستر is the only positive ion جاي منين؟ من النون ميتاليك element. واحنا عارفين يا مستر ان الهيدروجين يا مستر هو موجود ليفت سايد في المودرن بريودك تيبل، لكن من ضمن البروبرتيز بتاعته كلها ان هو ايه؟ نون ميتال، وده جاز. بس الاكسبشن هنا بقى ايه؟ ان دايما الهيدروجين بيتكون حاجه اسمها هيدروجين كاتاين اللي هي الاتش قصد. اوكي، هنبدا بقى اتوميك جروبس. ايه الاتوميك جروب او بولي اتوميك ايون؟ هي عباره عن an ion composed more than one atom of more than one element. خلي بالك one atom of more than one element. بص اهو، يعني انا عندي يا مستر ممكن يكونوا يا مستر خلي بالك كذا اتوم من كذا element يتجمعوا مع بعض يدينا حاجه اسمها اتوميك جروب. بص كده، اتوميك جروب والموليكولار فورميولا هيدروكسيد او اتش النيجاتيف اهو جاي من اكسجين والهيدروجين. بس خلي بالك بقى، ده انا بقول لك ايه؟ ما اقولش بقى يا مستر ده اكسجين وهيدروجين خالص، ده انا هسميها نيم جديده واديها اسم جديد اسمه هيدروكسيد او اتش نيجاتيف، نايتريت ان او 3 وعليها نيجاتيف تشارج واحده، نايترايت ان او 2 وعليها نيجاتيف تشارج واحده، باي كربونيت HCO3 وعليها نيجاتيف تشارج واحده، كلورايت ClO2 وعليها النيجاتيف تشارج واحده، امونيوم NH4 وعليها
بوزيتيف تشارج واحدة. طيب another atomic group carbonate CO3 negative 2 sulfate SO4 negative 2 sulfite SO3 negative 2 phosphate BO4 negative 3. لو انتوا لاحظتوا ان في يا مستر اتوميك جروب عندها نيجاتيف تشارج واحده، وفي اتوميك جروب عندها 2 نيجاتيف تشارج، وفي نيجاتيف 3، وكلهم نيجاتيف ما عدا مين؟ اكسبت الامونيوم. الامونيوم NH4 بوزيتيف تشارج. اوكي؟ طيب تعالى كده بكل بساطه عشان نبدا نلاحظ. الفوسفات جروب ده الوحيد اللي شايل 3 نيجاتيف تشارج، وعندي الثلاثه من الاتوم جروب اسمهم ايه؟ كربونيت، سلفيت، سلفايد نيجاتيف 2، واذر اتوم جروب اللي هو النيجاتيف 1 اكسبت مين؟ امونيوم، وبياخد بوزيتيف 1. تكير ان الامونيوم جروب ذا اونلي بوزيتيف تشارجد اتوم جروب لغايه دلوقتي اللي مقرر علينا مين؟ الامونيوم هو الوحيد اللي في كل يا مستر اتوم جروب او ماشي او بولي اتوميك ايون هي اللي واخده ايه؟ بوزيتيف تشارج. كله نيجاتيف، في حاجات واخده نيجاتيف 3، وفي حاجات نيجاتيف 2، وفي حاجات واخده نيجاتيف 1. اوكي؟ طيب تعالى بقى نتكلم عن الاسيدز والالكاليز. حسب الساينتست ايرنست يا شباب شو ذات، قال لك ان الاسيد عباره عن substance that dissolve in water and give positive hydrogen ion H وعليها positive charge. ماشي. تاني خلي بالكم دي قوي يا شباب. الالكالي are substances that dissolve in water give negative hydroxide ion OH. يبقى انا عندي الاسيدز اند الالكالي. الاسيدز احطه في الووتر يديني ايه؟ بوزيتيف هيدروجين ايون. طب الالكالي يا مستر او الكالايز احطها في الووتر تديني نيجاتيف هيدروكسيد ايون او اتش نيجاتيف. اوكي؟ الاسيدز تعالى ناخد النيم اوف اسيد. The name of the acid is related to name of anion. بس لو سمحت خلي بالك ايه هي يا مستر؟ يقول لك ان الاناين ده one of non-metallic element excluding الأكسجين. يعني هو جاي من non-metallic element بس لو سمحت شيل الأكسجين ما عدا الأكسجين. أو ممكن الأناين ده واحد من النيجاتيف تشارج أتوميك جروب بس برضه excluding مين؟ هيدروكسيد جروب. بس في حاجة كده نوتس مهمة أوي بيقول لي the acids which composed of atomic group contain oxygen called oxy acid. oxy acid. بص بقى وعلى مهلنا لو سمحت. الاسيدز don't contain oxygen والاسيد contain oxygen اللي هي اوكسي اسيد. بص بقى النيم بتاع الاسيد اللي ما فيهاش اكسجين لازم احط لها مقطع هيدرو وبعديها الاناين واحط كلمه ايه؟ اسيد. تاني احط يا مستر ايه؟ الاسيد اللي ما فيهاش يا مستر اكسجين لازم احط الاول كلمه هيدرو وبعد كده احط الاناين وبعد كده كلمه اسيد. وتيك كير ان انا يا مستر هشيل الاي دي اي واحط اي سي وبعد كده كلمه اسيد. وهناخد اكزامبل تاني. يبقى الاسيد اللي ما فيهوش اكسجين هحط كلمه هيدرو وبعديها يا مستر اناين واحط كلمه اسيد. ولو هشيل الاي دي واحط اي سي. طيب يا مستر الاسيد كونتين الاكسجين اللي هي الاوكسي اسيد هتعمل ايه؟ قال لك النيم بيبدا بالايه؟ الاناين اللي هي النيجاتيف للتشارج اتوم جروب واحط لها كلمه اسيد. وتيك كير بقى لو سمحتوا ايه هي؟ بص بقى ده احنا عارفين ان الاتوم جروب هلاقيه بتنتهي بمقطع ATE هشيلها واحط IC واحط كلمه اسيد. طيب ان في اتوم جروب بتنتهي بITE هشيلها واحط OUS. لا ادينا اكزامبل اكتر. بص بقى اول حاجه انا عندي يا مستر ان دايما الاسيدز اللي ما فيهوش يا مستر اكسجين جاز. هناخد اكزامبل. بص بقى بيقول لي انا عندي ادي الهيدروجين كاتاين مع الكلورايد اناين. ايه ده الكلورايد؟ يعني ما فيهوش اكسجين. تمام؟ هنعمل ايه بقى؟ بص بقى اول حاجه نحط كلمه هيدرو وبعد كده يا مستر كلوريك. كلورايد دي هشيل اي دي واحط كلوريك ويعني شلت الاي دي واحط اي سي وتتنين هيدرو كلوريك اسيد. هيدروجين كاتاين مع الكلورايد اين تديني هيدروكلوريك اسيد. طب ما اديني اكزامبل تاني. هيدروجين مع البرومايد
هشيل الاي دي يبقى مستر وحط اي سي. طب يبقى الاسيد هيدرو بروميك اسيد. طيب يا مستر هيدروجين وحط له الايودايد يبقى هيدرو ايوديك اسيد. ده كده الاسيد اللي ما فيهوش ايه؟ اكسجين. طب تعالى بقى الاسيد اللي فيه اكسجين، يعني احط عليه اتوم جروب. بص بقى هيدروجين كاتاين نايتريت، هشيل اي تي واحط اي سي، نايتريك اسيد اهو، نايتريك اسيد. طيب الاتوم جروب اللي بينتهي باي تي اي، ادي الهيدروجين كاتاين نايترايت اناين. بص اعمل ايه؟ هشيل اي تي واحط او يو اس يبقى نيتريز اسيد. تمام؟ سهله. تاني اللي فيها يا مستر اتوم جروب اللي بتنتهي ب ATE هشيلها احط اي سي زي نيتريك اسيد، واللي بتنتهي ب ITE هشيلها واحط يا مستر او يو اس ويا مستر واكتب اسيد زي نيتريك اسيد ايه اسيد. اوكي طيب ازاي نكتب الموليكولار فورمولا بتاعت الاسيد؟ اي اسيد begin with هيدروجين كاتاين لو سمحت، اي اسيد begin with هيدروجين كاتاين وحط بعد كده السيمبل بتاع مين؟ الاناين. بس في شويه نوتس مهمه قوي، ان النمبر بتاع الهيدروجين اتوم in the molecule of the acid equal الماجنتيود اوف تشارج اوف اناين or atomic group. وهنفهم يعني ايه الكلام ده. that forms it والتوتال تشارج بتاعت الاسيد equal كام؟ زيرو. لا اديني اكزامبل. هيدرو بروميك اسيد اهو، هيدروجين كاتاين وبروميد اناين تديني هيدرو بروميك اسيد. الهيدروجين اتش بلس وادي البروميد بص ايه؟ اتش بوزيتيف ار نيجاتيف بي ار نيجاتيف اتش بي ار. طب تعالى كده يا مستر فهمني بقى. انت قلت ان هنا يا مستر ان اي اسيد بيجين ويز ايه؟ اتش. تمام اهو هيدروبروميك اسيد يبقى الاتش اهو وادي البي ار. طب انت جايب يا مستر اتش واحده عشان البي ار عليها تشارج واحده بس. طب لو كان عليها 2 يبقى نحط يا مستر كام؟ 2. طيب اديني بقى يا مستر ايه التشارج بتاعت الاسيد. بصوا اتش بي ار، الاتش عليها بوزيتيف تشارج واحده بلس البي ار عليها نيجاتيف تشارج واحده بلس 1 مع نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ بزيرو. طب بص بقى السلفوريك اسيد. بص يا شباب ادي الهيدروجين كاتاين والسلفايد اناين، وانت قلت اي حاجه بتنتهي اي تي احط او يو اس. ماشي تعالى بقى نفهم. ادي الهيدروجين كاتاين يا مستر انت جايب 2 ليه من الهيدروجين؟ علشان بص الاتوم جروب السلفايد عليه كام اتوم جروب؟ نيجاتيف 2. يبقى لازم اجيب النمبر بتاع الهيدروجين كاتاين قد النمبر بتاع التشارج بتاعت الاتوم جروب اهو، وابدا بقى احسب التوتال تشارج بتاعت الاسيد. 2 باي بوزيتيف 1، 2 عشان انا جايب 2 هيدروجين بلس النيجاتيف 2 اهي، اعملهم بلس مثلا اديني كام؟ ايكوال 0. فسفوريك اسيد اهو، ادي الهيدروجين كاتاين فسفيت جروب. بص بقى الفسفيت جروب اللي هي اتوميك جروب، بص ركز هيديني ايه بقى على مهلي قوي. بي او 4 نيجاتيف 3. ايه ده نيجاتيف 3 بجيب كام هيدروجين؟ 3 1 2 3. تمام واكتبهم بقى ازاي؟ ادي 3 هيدروجين ويا مصر عندي بي او 4 نيجاتيف 3. بس انا هكتبها ازاي بقى؟ هكتب اتش و اتش و اتش. لا اتش وانت جايب منها كام؟ 3 بي او 4 يبقى فسفوريك اسيد. تمام ماشي. ونبدا بقى نجيب التوتال تشارج. 3 باي بوزيتيف 1 اللي هي بتاعت الهيدروجين بلس نيجاتيف 3 بتاعت يا مستر فوسفيت اناين او فوسفيت اتوميك جروب ايكوال كام؟ 0. بص كده اكزامبل. ده مديني التيبل اللي فيهوش يا مستر، دي تيبل للسم اسيدز ما فيهاش اكسجين. طيب بص بقى ادي الميتال اناين كلورايد سي ال نيجاتيف، برومايد بي ار نيجاتيف، سلفايد اس 2 نيجاتيف. تمام. لما اجي النيم بتاع الكومباوند في جاز ستيت، بص هقول ايه؟ هسميها عادي جدا هيدروجين كلورايد، هيدروجين برومايد، هيدروجين سلفيت. ستوب بقى يا مستر، فين اسيد؟ استنى، لو احنا رجعنا كده ان الاسيد عباره لازم احطها في الووتر فتديني يا مستر الاسيد، لكن ادام في حاله الجاز فتفضل زي ما هي جاز ستيت. اهو بقى بص النيم اوف ذا كومباوند ان سوليوشن فورم. يعني ايه في السوليوشن فورم؟ يعني انا حطيتها في ووتر فادتني اسيد. تعال بقى نشوف الهيدروجين كلورايد اتش سي ال. اولا الموليكولار فورمولا تفضل زي ما اتش سي ال. طب هنسميها ازاي؟ هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد،
هيدروسلفوريك اسيد. تمام، ما احنا مستر خلي بالك H2S ليه هيدروسلفوريك اسيد؟ علشان لو جاي منين؟ سلفايد ودي الاناين. تمام، واحنا قلنا بنشيل IDE ونحط IC. اوكي سهله. طيب تعالى نعمل حاجه كده مهمه قوي، نبص على التيبل بقى، نشوف الاتوميك جروب وبص لما يتحول الى اسيد في ايه. انا يا مستر اول 3 بتنتهي يا مستر اتوميك جروب AT، نايتريت، سلفيت، فوسفيت. بص بقى لما تتحول تبقى اسيد، نيتريك اسيد HNO3، سلفوريك اسيد H2SO4، فسفوريك اسيد H3PO4. طيب another atomic group end with ITE هتنتهي يا مستر ونشيل نحط OUS اهو، نايترايت والسلفايد، النيترايت NO2 نيجاتيف تشارج والسلفايد SO3 نيجاتيف 2. يا مستر لما نيجي نحولها يبقى نيتروس اسيد HNO2، سلفوريس اسيد H2SO3. خلي بالك في فرق بين السلفوريك اسيد والسلفوريس يا مستر اسيد. H2SO4 ده سلفوريك، H2SO3 سلفوريس اسيد. طب هو ليه سمينا كده؟ عشان السلفايد بتنتهي ب ITE. اوكي طيب الامبورتنت اوف اور يا مستر امبورتنت اوف acids in our life. اول حاجه ان الاسيد play an important role in human body. يعني مثلا الهيدروكلوريك اسيد، الهيدروكلوريك اسيد secreted by stomach. كنت في السنين اللي فاتت كنت اقول لك ان انا جوه الاستومك في اسيد، بس ما اقدرش اقول لك اسمه ايه عشان كنت لسه تعرف يعني ايه اسيد. لا انت كبرت بقى، تعال بقى افهمك ده اسمه ايه. هيدروكلوريك اسيد secreted by stomach، وده بيعمل participated in food digestion، help in food ايه digestion. تمام ماشي. طيب another acid في lactic acid provide the muscle with necessary energy during their lack of oxygen. تمام يبقى ده بيدي المصل الانرجي. ماشي بس take care لو حصل accumulation of lactic acid في المصل يكون لي ايه؟ muscle cramp، يحصل لك شد عضل. تمام او شد عضل الثانيه مثلا يحصل لك كرام. ليه؟ ده معناه ان اللاكتيك اسيد اتجمع في حته معينه في المصل. اوكي تعالى بقى نتكلم على الالكليز. الالكلي النيم بتاعه، النيم اوف ذا الكلي ريليتد تو النيم اوف كاتاين اللي بيتكون منه، بس بشرط هتشيل يا مستر مين؟ الهيدروجين كاتاين. ماشي اي نيم بتاع الالكلي بيبدا بالكاتاين and end with hydroxide. تاني يبقى يا مستر النيم بيبدأ بالكاتاين وفي آخر يا مستر أحط له كلمة هيدروكسيد. طيب إزاي نكتب الموليكولار فورمولا؟ زي ما إحنا عرفنا إن الأسيد begin with H، يبقى أنا عندي كمان إن الموليكولار فورمولا of alkali end with hydroxide ion. طيب بص كده إن النمبر بتاع الهيدروكسيد جروب إن alkali equal الماجنتيود اوف التشارج بتاعت الكاتاين او الاتوم جروب. التوتال تشارج بتاعت الالكلي ايكوال 0 زي الاسيد بالظبط. اوكي الابلكيشن تعالى ناخد كالسيوم هيدروكسيد، بجيب الكاتاين واحط او اتش. الكالسيوم ضد كاتاين الهيدروكسيد اناين تديني كالسيوم هيدروكسيد. بص بقى كالسيوم سي اي بوزيتيف 2، يبقى انا يا مستر هبص البوزيتيف 2 دي يبقى يا مستر لازم اجيب الهيدروكسيد جروب قد البوزيتيف تشارج. طب اجيب كام واحده؟ 2 اهو. طب لو كان الومنيوم 3 يبقى اجيب 3 هيدروكسيد جروب OH OH OH. طب احنا خلينا في الاكزامبل اللي قدامنا ده، ادي الكالسيوم وعليها كالسيوم كاتاين وعليها 2 بوزيتيف تشارج وهنجيب 2 هيدروكسيد جروبس. ماشي بص هنكتب ازاي؟ CA وافتح براكت واحط جواه OH وعليها 2. ليه براكت؟ عشان هي يا مستر الاتوميك جروب OH، فعشان تفهموا ان انت جايب 2 من OH فتفتح براكت وتحط عليها مستر 2 من تحت كده كالسيوم وتفتح براكت تحط OH وعليها 2. تمام. طب التوتال تشارج بتاعت الهيدروكسيد الكالسيوم هيدروكسيد بص ادي 2 بتاعت مستر مين؟ الكالسيوم بلس 2 باي نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ 0. بص هنا ادي اكزامبل تاني، ادي الصوديوم هناخد الكاتاين ونشوف ازاي نكتب الموليكولار فورمولا بتاعت يا مستر الالكلي وفي نفس الوقت النيم. ادي الصوديوم كاتاين
الالكالي موليكولار فورمولا NaOH. تمام. النيم صوديوم هيدروكسيد، بكتب النيم بتاع الكاتاين الاول بعد كده OH الهيدروكسيد. المغنيسيوم Mg بوزيتيف 2. المغنيسيوم انت ليه حطيت يا مس Mg وفاتح براكت عليه OH زي الكالسيوم عليها 2؟ تمام. ان المغنيسيوم عليه 2 تشارج، يبقى لازم اجيب 2 اتوم جروب اللي هو هيدروكسيد، يا مستر اجيب 2 اللي هو OH وعليه ايه؟ اقف من البراكت واحط 2. والنيم مغنيسيوم هيدروكسيد. امونيوم. الامونيوم يا مستر نفس القصه، NH4 بوزيتيف، دي بوزيتيف تشارج واحده بس، يبقى لازم اجيب OH واحده بس، NH4OH امونيوم هيدروكسيد. اوكي. والبراكت ده معناه يا مستر اللي هو انت جايب قد ايه من OH. اوكي ماشي يا مستر. البروبرتيز بتاعت الاسيدز اند الالك. في اسيدز موجوده ان اور هوم، وكمان يا مستر والالكل كمان موجوده ان اور هوم. يعني مثلا الاسيدز اللي في بيوتنا ايه؟ ليمون، كاتشب، جرابس. دي example of acidic substance in our home. طب تعالى كده الاكزامبل of alkaline substance: detergent, toothpaste, baking soda. ايه ده يا مستر؟ الاسيدز ليمون، كاتشب، جرابس، انا مديك اكزامبل، يعني في انذر اكزامبل كتير. طيب اكزامبل alkaline substance: detergent, toothpaste and baking soda. الابلكيشنز. بصوا يا شباب لو سمعتوا خلي بالنا، بيقول لي ايه؟ ان الاسيد substance hold the solution in water increase the percentage of hydrogen cation في ال H positive in solution. يعني دايما الاسيد هو السبستانس احطها في الووتر تزود الهيدروجين كاتاين. طيب الالكالي it is a substance the solution in water increase the percentage of hydroxide anion OH negative in the solution. اهو بصوا الاكزامبل، انا مثلا جبت الهيدروكلوريك اسيد، تمام، او هيدروجين كلورايد، حطيته يا مستر اداني هيدروكلوريك اسيد HCl. بص اهو بيزود يا مستر مين؟ الهيدروجين كاتاين. طيب لو انا جبت سوليد صوديوم هيدروكسيد حطيتها في الووتر هتديني يا مستر ايه؟ نفس القصه، ال OH هيدروكسيد اند الكاتاين اللي انت حاطه اللي هو الصوديوم. اوكي يا شباب. طيب افهم ايه بقى يا مستر من الاكزامبل اللي انت شرحته ده بقى؟ بصوا ان when الهيدروجين كلورايد جاز HCl dissolve in water يبقى الهيدروجين كاتاين and الكلورايد اين are formed. نفس الكلام اللي هو السلفوريك اسيد H2SO4 لما احطه في الووتر هيديني هيدروجين كاتاين and SO4 والنيجاتيف 2 اللي هو السلفيت اناين. طب الناحيه الثانيه في الالكالي ان انا اجيب صوديوم هيدروكسيد NaOH dissolve in water فيديني صوديوم كاتاين Na بوزيتيف and OH anion. طب لما احط المغنيسيوم هيدروكسيد Mg وافتح براكت OH وعليها 2 dissolve in water تديني المغنيسيوم كاتاين and OH anion. بس خلي بالك بقى، لو انا جيت بصيت يا مستر على الاسيد لما احطها في الووتر increase البرسنتج اوف هيدروجين كاتاين in the solution. وخلي بالك بقى ان دايما الاسيد بتعمل ايه؟ تشينج، بتحول يا مستر البلو ليتمس بيبر او الليتمس ستريب انتو ريد. تمام. وخلي بالك ريسبونسبل يا مستر اعتري بقى ان الاسيد لما احطه في الووتر يديني البوزيتيف هيدروجين كاتاين، هو ده اللي بيعمل البروبرتيز اوف ذا اسيد، زي مثلا افكت اون ليتمس ستريب، بلو ليتمس ستريبس. دي يا مستر لو انا جبت اي اسيد حطيت يا مستر على البلو ليتمس ستريب هيتحول الى لون ريد. ليه؟ عشان البوزيتيف هيدروجين كاتاين. طيب dissolution of all alkali increase the percentage of all negative او hydrogen يا مستر OH anion اللي هو ايه؟ negative hydroxide where responsible all properties of alkyl، وده بيحول red litmus strip into ايه؟ blue. بص دي activity كده يا مستر وخلي بالكم منها قوي، ان انا يا مستر activity ببساطه ان انا جايب يا مستر اهو ادي 3 ماتيريال ماشي، ووتر ويا مستر وجايب ليتمس، وده بيعمل اكتيفيتي صغيره جدا عشان نبدا نفهم. بص لما احط الليتمس ستريب في الووتر هيحصل ايه وفي الالكل هيحصل ايه. ويا مستر بصوا وركزوا كده اهو ادي البلو حطيتها يا مستر، ده كده الكلي، ده نو تشينج يبقى تفضل زي ما هي بلو. تمام ماشي. تكير وركز لو سمحت. تمام. بص كده
هيفضل الكلر بتاعها doesn't change. ماشي. طيب بص بقى البلو يبقى الريد، بص اتحولت الى ايه؟ بلو اهو. يبقى ده الكالي. يبقى الريد ليتمس ستريب احطها في اي الكالي تتحول الى مين يا مستر؟ الى بلو. تمام. طيب لو انا جبت الريد ليتمس، ركز كده، بص مفيش تشينج، الريد فضل زي ما هو ريد. ماشي. طب هنشوف هو حطها في ايه. ماشي. لو جبت بقى البلو ليتمس وحطيتها اتشينجد يا مستر انتو ايه بقى؟ ركز كده قوي. ايه ده اتحولت لريد يا مستر. يبقى انا حطيتها فين؟ في الاسيد. اوكي تمام كده. وطبعا بقى الكوبايه الثالثه دول لو جبت بقى الليتمس بيبر اذا كان بلو او ريد، نو تشينج. وما تقلقوش هتاخدوا الليسن ده بالتدريج في الليسن اللي جاي. طيب تعالى بقى يا مستر، احنا نقدر زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات ده we can differentiate between الاسيد and الالكلي solution by using litmus strip. في acidic solution، اي acidic solution turn البلو litmus strip into red، والالكلاين solution يحول الريد لبلو. تمام كده اهو. انا عندي هيدروكلوريك اسيد، حطيت يا مستر الليتمس، بص البلو تحول ايه؟ ريد. طيب هنا الصوديوم هيدروكسيد ده الكلي، هيحول الريد لايه؟ لبلو. تمام كده. عندي تو تايبس اوف الاسيد، في سترونج اسيد وفي ويك اسيد. طب انت بناء عليه يا مستر قسمتها الحكايه دي السترونج اسيد والويك اسيد. قال لك انا عندي ان الاسيد والالجا conduct electricity to varying degree according to their strengths. في سترونج اسيد وويك اسيد. السترونج اسيد هي عباره عن اسيد that are good electrical conductor. طب والويك اسيد acids are bad electrical conductor. بص كده good conductor، بص اللهم نورت جامد ازاي اهو. هيدروكلوريك اسيد، نيتريك اسيد، سلفوريك اسيد. طيب الويك اسيد bad electrical conductor، فينجر اللي هو ديليوت اسيفيك اسيد، سلفوريس اسيد او نيتريك اسيد. كل دول بقول عليهم ايه؟ ويك يا مستر اسيد. بصوا تمام. ادي دي يا مستر حاجات بسيطه كده اهو عشان تبين لي يا مستر سترونج ويك اهو. بص اللي حصل. طيب في حاجه تانية يا مستر، ايه اللي انت عملته ده يا مستر؟ بصوا بالراحه كده، انا جبت اسيد مع الكالي حطيتهم يا مستر، اداني ايه؟ نيو فورميشن. ايه ده؟ ده في حاجه اتكونت اللي هي مين يا مستر؟ سولت. قال لك ان احنا عندنا بقى يا مستر في رياكشن بين الاسيد اند الالكالي يكون لي ايه يا مستر؟ سولت بلس ووتر. يبقى اسيد يعمل رياكشن او رياكت ويز الكالي يكون لي سولت ووتر. الاكزامبل اللي انت شفته في الفيديو ده ايه؟ هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl رياكت ويز صوديوم هيدروكسيد NaOH فورمينج يكون لي ايه؟ صوديوم كلوريد، ما هو ده السولت. اند يا مستر ووتر H2O. بس خلي بالك ما ينفعش الاسيد يعمل رياكشن مع اسيد ولا الالكلي يعمل رياكشن مع الكلي، لازم الاسيد يعمل رياكشن مع الكلي ويكونوا لي ايه؟ salt and water. وبنسمي الرياكشن ده neutralization reaction. الميديكال ابلكيشن. ايه الميديكال ابلكيشن؟ تعالوا نستفيد ونشوف يا ترى ايه اللي بيحصل. اوقات يا شباب بيكون عندنا حاجه اسمها gastric acidity، عندنا حموضه تبقى تعبانين، فنروح للدكتور فالدكتور يكتب لي milk of magnesia، وده used as a temporary treatment for neutralize gastric acidity. تمام؟ ماشي. ليه بقى؟ as it contain magnesium hydroxide MgOH وعليها يا مستر 2. ليه بقى؟ اصل يا مستر gastric acidity يعني الاسيدز عاليه اللي هو هيدروكلوريك اسيد، فلازم يا مستر الدكتور يديني ميلك اوف ماجنيزيا عشان يعمل نيوتراليزيشن، يعني في مغنيسيوم هيدروكسيد ويحصل رياكشن مع يا مستر المغنيسيوم هيدروكسيد ده مع الاسيديتي او الاسيد بتاع الاستومك يحصل عمليه ايه؟ نيوتراليزيشن. اوكي. طيب في بقى نظر يا مستر حاجه مهمه جدا في very very important metal and non-metal oxide. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لي ايه؟ when metallic or non-metallic element burn in presence of oxygen a compound is formed known as oxide. وعندي انواع كتير جدا من الاكسايد، يعني الميتال اوكسايد والنون ميتال اوكسايد. يعني ايه يا مستر الميتال اوكسايد؟ قال لك oxides produced from burning of metal in presence of
presence of oxygen are mostly known as basic oxides and dissolve in water form alkyl. خلي بالك دايما بنسمي الميتال اوكسايد بيزك اوكسايد. اللي اولا دي عباره عن اوكسايد produced from burning الميتال in presence of oxygen، وبنقول عليها بيزك اوكسايد عشان لما احطها في الوتر تديني يا مستر الكل. طب الديفينيشن بتاع البيزك اوكسايد ايه؟ ميتال اوكسايد some of which dissolve in water forming alkyl. طب النون ميتال اوكسايدز اوكسايد produced from burning of a non-metal in presence of oxygen، وبنقول عليها يا مستر acidic oxide. ليه؟ which dissolve in water forming acid. والacidic oxide اللي هو non-metal oxide dissolve in water forming acid. يبقى خلي بالك الميتال اوكسايد basic oxide، النون-metal oxide acidic oxide. اوكي؟ الاكزامبل بتاعي يا مستر او الابلكيشن، انا جبت المغنيسيوم عملت له بيرنينج في وجود الاكسجين، فالمغنيسيوم لما يحصل له بيرنينج بص يديني ايه يا مستر؟ ها مغنيسيوم اوكسايد MgO which is dissolved in water ويكون لي مغنيسيوم هيدروكسيد سوليوشن MgOH على. تمام؟ وطبعا يا مستر ده كده مغنيسيوم هيدروكسيد يبقى بيحول الريد ليتمس الى ايه؟ بلو. خلي بالك الميتال اوكسايد react with acids and don't react with alkyl. طب الناحية التانية السلفر، قال لك إن السلفر burning from sulfur. خلي بالك إن السلفر لما يحصل له burning يكون لي سلفر ترايكسايد، والسلفر ترايكسايد بصوا dissolve in water يكون لي سلفوريك أسيد H2SO4، وأي أسيد يحول البلو ليتمس ستريب into ريد. والنون ميتال هي مثل أسيدك يبقى react with alkali but don't react with إيه؟ acids. تمام؟ في حاجة تانية اسمها acid rain، وانتوا كنتوا واخدين قبل كده المعلومة دي يا مستر فين؟ قبل كده في شباب في ابتدائي في جريد 4 وجريد 5. acid rain عبارة عن ايه أصلا؟ burning of fossil fuel such as petrol and coal in the car and the power station اللي هي الباور plants and the factory. and the mesa causes بيطلع لي acidic oxide of nitrogen dioxide والسلفر دايوكسيد اللي هو NO2 نيتروجين دايوكسيد والسلفر دايوكسيد SO2. يعني ايه مثلا؟ مش فاهم. بص يا شباب انا عندي فاكتوريز وعندي كارز وعندي باور بلانتس، كل الحاجات دي بتطلع لي جازز. الجازز دي بنقول عليها ايه؟ اسيديك اوكسايد. الاسيديك اوكسايد دي اللي هم مين؟ نيتروجين دايوكسيد NO2 والسلفر دايوكسيد SO2. طيب وبعدين الجازز دي اللي هي الاسيديك يحصل لها dissolution in atmospheric water vapor، ماشي، وتكون الكلاودز، وتبدا الكلاودز دي يا مستر تبدا بعد شويه يحصل عمليه بريسيبيتيشن اللي هي فولينج رين. بس المطره بقى اللي نازله يا مستر ده فيها اسيدز بتكون لي اسيد رين. يعني انا عندي ادي نيتروجين دايوكسيد وادي سلفر دايوكسيد، والاثنين دول يعملوا رياكشن مع الووتر الموجوده في الكلاودز ويديني تو اسيدز سلفوريك اسيدز والنيتريك اسيدز، وتنزل مع يا مستر مين؟ الرين. فعشان كده بنسميها ايه؟ اسيد رين، يعني اسيد نازله مع المطره. اوكي ماشي يا مستر. طب الهارمفول امباكت اوف الاسيد رين، الاضرار بقى بتاعتها. نمبر 1 destruction of forest، بصوا تدمير الفورست. harm of aquatic organisms، واحنا عارفين الاكواتيك اورجانيزمز يعني living ايه؟ organisms that live in water. corrosion of building، بص المنظر بتاع الستيتوس عشان ننزل عليه acid rain. health problem in human respiratory system، ده كمان بتأثر على مين؟ على الريسبيراتوري سيستم. اوكي تمام. احنا كده يا شباب خلصنا lesson 2 من يونت 1. لو عندك اي question او اي كومنت اكتب لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او على اليوتيوب.